القلم ده ب25 جنيه بس نينجا. احلى ميزة فيه ان هو طري جدا جدا جدا. تعالوا نستخدمه مع بعض على طول. اسمه بريتي وومان، تمام. هتلاقيه سعره في حدود 25-30. بصوا زي ما قلتلك ان هو طري جدا ومش هيوقعلك الحواجب. هنبريه الاول كده، تمام مظبوط، ونبدأ نستخدمه. هتشوفوا جمال الحاجب بيبقى عامل ازاي. بصوا دي الدرجة بتاعته اهي اللي انا هستخدمها، اهي باينة قوي اهي، تمام. يلا بينا. سهل جدا جدا، يعني انت لو ما بتعرفيش تستخدمي مصحح حواجب، القلم هيسهلك رسم الحواجب جدا. هاتيه اللي هو بريتي وومن ده، حلو جدا جدا. غلب اخونا التاني اللي كلنا عارفينه اللي هو الموف ده، احلى منه مليون مرة. هنبدأ بقى ننضف كده الحواجب، قصدي نرسم الحواجب وبعد كده هننضف بقى بالكل. يلا نكمل. بصوا الجمال، يلا بينا نكمل. بصوا كده، بصي بصي الجمال. ايدك خفيفة جدا وانت بترسمي. تعالي نرسم الحاجب التاني، ولا سرحت ولا حطيت واكس ولا عملت اي حاجة. استنوا ثانية واحدة. يلا بينا نكمل. القلم ده نينجا نينجا بجد. وهوريكم حاجة تاني انا بعملها بالقلم ده هتعجبكم قوي. سرحي بقى كده من قدام، ارسمي زي ما انت عايزه براحتك بالطريقه اللي انت عايزاها. عايز تقفليها تعمليها براحتك. ننضف بقى بالكون. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، انتوا خدتوا بالكم من حاجه؟ مش بتكحتي، مش بيوقع الشعر. القلم اهو ما فيهوش شعرايه. بصوا انا كده خلصت رسمه الحاجب وعجباني. عايزه بقى ايه؟ امشطها كده استنوا هنغير المسكره دي. جبتها وما عجبتنيش خالص، مش ما حسيتهاش، مش حلوه. اللي عجبتني اكتر ان واحده تانية. دي حلوه جدا اللي هي بتاعت بتاعت مسكره الحواجب. هي بقالها كتير قوي معايا، بتقعد معاكي كتير قوي. دي درجه رقم 1. انا بحب بعد ما احط سواء الاي شادو الجل القلم. هو على فكره القلم مش محتاج وثابت معاكي ثبات، اللي هو قلم القلم بتاع بريتي وومن ثابت ثبتان مش قادره اقول لك. ممكن يقعد معاكي لتاني يوم في حواجبك. بس انا بحب امشط في الاخر بمسكره الحواجب دي بعد ما اخلص، يعني بعد ما احط الاي شادو والقلم الجل ايا كان بديها. بصوا كده كده، بصوا كده. دي اسهل طريقه بالنسبه لي ليا انا للحواجب. يعني حتى اللي ما بتعرفش ترسم حواجبها بالطريقه دي هتبقى شكلها حلو جدا وهتبقى سهله عليها. بس بصوا شكل الحواجب، بصوا شكلها تحفه تحفه بجد. اهي مسكره والقلم النينجا ده تحفة تحفة تحفة. هنعمل بيه حاجة تاني هتعجبكم برضو.